السلام عليكم. عارفة لو ضفتي كمون حصى، كزبرة حصى، حبهان، ورق لوري، كبابة صيني، قرنفل، وشوية جنزبيل، حمصتيهم وتسيبيهم لما يبردوا، هتعملي أحلى وأشهى وأنضف بهارات مشكلة لجميع أكلاتك. خليكي معايا وشوفي أنا هعمل إيه. على نار هادية هتحمصي كل التوابل مع بعضها. احنا بننزل نروح نشتري شوية بهارات، بندفع مبلغ وقدره، وفي الاخر احنا مش عارفين البهارات ديت ممزوجة بايه، واكيد مش بتبقى بالنظافة دي وبالخامات دي، يعني اكيد بيبقى مضاف لها حاجات تانية الله اعلم يعني. فاحنا نعمل الحاجات دي في بيتنا احسن بطريقة نظيفة. هنحمص لغاية ما ريحة التوابل تطلع. بعد ما نحمصها طبعا عشان بس نشيل منها الهواء اللي فيها، يكونوا محضرين برطمان ازاز نضيف معقم وناشف جدا مفيهوش ولا نقطة مية، ونسيب التوابل دي لما تبرد خالص وهنطحنها بالمطحنة ونحطها في برطمان. هنسيبها تبرد طبعا عشان لو ضربناها وهي سخنة هتعمل تكتلات، فهنسيبها تبرد خالص وبعدين نطحنها في الطحانة ونضيف شوية اضافات بسيطة عليها بعد ما نطحنها ان شاء الله. وهأرجوكم معلش مش عايزة ازعاج، بس صوت الخلاط هيبقى صعب او المطحنة، فهطحنها واجي لحضراتكم. بعد ما طحناهم تمام كده هنحط عليهم معلقة كبيرة قرفة، معلقة كبيرة، معلقة ونص بابريكا، ونخلط كل الجمال ده كله. هيبقى معانا تتبيلة روعة لجميع المحاشي والمشويات، فراخ اسكن او لحمة، وممكن تحطي منها على كل اكلة لو اللي انتي بتحبيه تعمليه. تحبي بهارات زيادة في الاكل حطي منها، بتبقى جميلة جدا، تشكيلة روعة. عايزة بقى تزودي عليها بصل باودر او توم باودر حطي، بيبقى التشكيلة كلها كاملة لأي أكلات مشويات أو أكلات. وبالهنا والشفا عليكي. نحطها بقى في البرطمان.
كده كملت وجهزت. ممكن تزودي لو حابة ان انت تزودي، لكن انا بعمل كمية بسيطة. لما بتخلص بعملها طازة اول باول.